السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى إعدادي. أنا جاي النهارده بحاجة مهمة جدًا. إحنا جايين علشان نحل لك الامتحانات بتاعة كتاب الوزارة، يعني أهم امتحانات عندك. ثانيًا، أنا مش جاي أحل عشان أقول لك الإجابة دي كذا وأمشي، أنا جاي علشان وأنا باحل تسمع الحل ده جه إزاي، الفكرة جات منين، لو في مشكلة في السؤال أحلها لك، أقول لك الفكرة إيه، أذكر لك التريكات، أقول لك جزء من شرح الدرس تاني لو أنت مش فاهمه، ده فايدة الحل دلوقتي. وبعد كده هيبقى في مفاجأة هاقولها لك في نهاية الحلقة، اللي هي أساسًا دقايق بس مش كتير. يالّا بينا. السؤال الأول: لا يُنال النجاح. أنت واخد بالك إن يُنال لمّا يحط لك ضمّة تعرف إن هو هيبقى فعل مبني للمجهول، فتاخد بالك وإيه، و يبقى عندك مبني للمجهول يبقى اللي بعده نائب فاعل. طيب، لا يُنال النجاح إلا بالجِد، طبعًا بسيط أوي، في حرف جر يبقى ديّة اسم مجرور، وبلاش إنك تكتب اسم مجرور وتسكت، اسم المجرور معروف. فتشوف مجرور بالكسرة مثلًا، مجرور بالياء، فتكتب الإجابة كاملة. لا ينال النجاح إلا بالجد والاجتهاد. حد هنا هيغلط ويقول إيه؟ والتاريخ فيبقى معطوف، لأ، ده بداية جملة جديدة. الجملة دي كده خلصت هنا، حتى حاطط لك فاصلة. لا ينال النجاح إلا بالجد والاجتهاد. والتاريخ أعطانا أدلة وبراهين. جملة جديدة، يبقى مبتدأ، مبتدأ وما تسكتش، مبتدأ مرفوع بالضمة. على ذلك وضرب لنا أمثلة لمن عملوا وهم مجدون فنالوا ما أرادوا. وإذا كان مين اللي كان؟ الماضي، يبقى الماضي اسم كان، وما تمشيش لازم تكمل. كان بتعمل إيه؟ بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يبقى اسم كان مرفوع بالضمة. وإذا كان الماضي يثبت ذلك فواجه مستقبلك. قبلها واجه، مين اللي هيواجه؟ أنت هتواجه مستقبلك. يبقى مستقبلك مفعول به منصوب بالفتحة. وخلاص؟ لأ مش وخلاص، ده لسه عندك حاجة مهمة أوي. لما تلاقي كلمة فيها ضمير ما تعرفش الكلمة بس، لازم كمان إعراب الضمير. طب الضمير ده بقى إيه؟ هنا هنتلخبط بقى. لأ تبقى عارف إن أي ضمير بيجي في الاسم يبقى مضاف إليه ثابت. يبقى تقول لي والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام؟ تمام. الاستخراج. عايزين فعل متعدي لمفعولين وبينهما، بين مين؟ بين المفعولين. طب يلا ندور. لا ينال النجاح إلا بالجد والتاريخ أعطانا. أدي أعطى. مين اللي أعطى؟ التاريخ. أعطانا أدي النا وأدي الأدلة. يبقى الفعل كلمة أعطانا والمفعولين اللي هي النا وأدلة. عايزين فعل مبني للمجهول، هو حاطط لك ضم اساسا عشان يبان ينال، وبين نائب الفاعل اللي هي النجاح. عايزين حال جمله اسميه. اهو بقى لما تكون عايز حال جمله اسميه تدور على ايه؟ حال جمله اسميه دوت من الحل السهل قوي. ليه؟ لان بيكون اوله واو اساسا، اوله واو، الحال نفسه اوله واو، والحال هيبقى فيه كمان ضمير. بيقول اهو لمن عملوا وهم مجدون، واو وفي ضمير لازم اساسا، لان اساسا يقول لك حال جمله اسميه هتطلعوا هم مجدون، وبيقول لك طب فين الرابط؟ هتقول له الواو والضمير. حال جمله فعليه، لا هنا بقى لازم اهدى. حال جمله فعليه ادور على ايه؟ على معرفه وبعدها جمله فعليه. لا ينال النجاح الا بالجد والاجتهاد والتاريخ اعطانا ادله وبراهين على ذلك وضرب لنا امثله لمن عملوا وهم مجدون فنالوا ما ارادوا. واذا كان الماضي يثبت، واحد يقول لك هنا ايه؟ طب يا مستر، طب مش يثبت هنا هتبقى حال اهو.
وقبلها معرفه، اقول لك لا، دي اسم كان ودي تبقى خبر كان، فما ينفعش، لازم يبقى ايه؟ ما يكونش اسم كان. فواجه مستقبلك وقد استعددت له. هو مفيش حل جمله فعليه ولا ايه؟ لا ينال النجاح الا بالجد والاجتهاد، والتاريخ اعطانا ادله وبراهين على ذلك، وضرب لنا امثله لمن عملوا وهم مجدون فنالوا ما ارادوا. واذا كان الماضي يثبت ذلك فواجه مستقبلك وقد استعددت له. مفيش حل جمله فعليه اصلا، مفيش حل جمله فعليه. عايزين اسم معرفه. ايه بقى الاسماء المعرفه؟ عندي الكلمه اللي فيها الف ولام، او ضمير، او اسم اشاره، او اسم موصول، او علم، اسم شخص او اسم بلد، او مضاف لمعرفه. فطبعا عندك كتير قوي. طبعا عندك كلمه النجاح فيها الف ولام، كده كده هتلاقي كلمه فيها الف ولام. واخر نكره بقى يعني مش من ده، بس خلي بالك اوعى تطلع لي فعل، الفعل لا ولا نكره ولا معرفه. فعندي كلمه ادله نكره، كلمه براهين نكره، وهكذا. كلمه امثله نكره. فممكن نطلع المعرفه النجاح، وممكن نطلع النكره ادله. بعدين عايزين 6 اسم موصول وبعدين اسم إشارة. اسم موصول اللي هو الذي والتي واللذان واللتان. فوانت بتقرأ هتلاقي كلمة لما ما تلاقيش الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللواتي، ممكن تلاقي من أو ما، فنالوا ما أرادوا. بس خلي بالك ما لازم تبقى موجودة بمعنى الذي. فنالوا ما أرادوا يعني نالوا الذي أرادوا، يبقى اسم موصول ما. واسم الإشارة مش بس هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، لا، اسم الإشارة كمان في ذلك وتلك وأولئك. فعندي كلمة ذلك اسم إشارة. عايزين خبر لمبتدأ، بس يبقى خبر جملة أهو. خبر لمبتدأ عندي والتاريخ، أدي المبتدأ ماله؟ أعطانا أدلة وبراهين. أعطانا يبقى ده خبر جملة، وبين نوعها يبقى أعطانا أدلة وبراهين، ونوعه يبقى خبر جملة فعلية. القطعة الثانية، إن الشباب، طبعا في إن يبقى اسم إن. اسم إن ماله؟ اسم إن بيكون منصوب لأنها بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، بس يا ريت تكمل الإعراب للآخر. اسم إن منصوب بالفتحة. إن الشباب هم روح الحياة وسر نهضتها. سر دي نكرة، ونهضتها دي معرفة، وما بتوصفش. ليه معرفة يا أستاذ؟ ما فيها ضمير تبقى معرفة، يبقى مضاف إليه. مضاف إليه مجرور بالكسرة. واستنى ما تمشيش، ما فيها هاء. الهاء دي ضمير، يبقى ضمير الهاء دي ضمير في محل جر مضاف إليه برضه، يبقى 2 مضاف إليه ورا بعض. طيب، فإذا هبوا للعمل يبقى العمل اسم مجرور. مش عارف نروح فين. اسم مجرور بالكسر. اللام حرف جر والعمل اسم مجرور بالكسر. وهم مخلصون، الكلمة يا رجالة اللي تيجي بعد الضمير خبر على طول. خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. إلى الكسل انطفأت. مين اللي انطفأت؟ الشعلة، يبقى فاعل مرفوع بالضم. فبعزيمتهم تزال العوائق، هم الذين يكسون المستقبل ثيابا من الرقي، فما نهضت أمة إلا كان الشباب، ده اسم كان، مالهم؟ عمادها. فعمادها تبقى خبر كان منصوب بالفتحة. استخرج من الفقرة فعل ينصب مفعولين وحددهما. كان عندك لسه هنا قال لك ايه؟ هم الذين يكسون، ادي يكسو.
بيكسو بقى ايه؟ ادي المستقبل وبيكسوه ثيابا، يبقى الفعل يكسون والمفعولين هيبقى المستقبل وثيابا. فعل من الافعال الخمسه وبين علامه اعرابه برضه. فعل من الافعال الخمسه عندي يكسون، نفس الكلام يكسون. ايه بقى الافعال الخمسه؟ خلي بالك الافعال الخمسه مش الاسماء الخمسه. ايه الافعال الخمسه؟ اللي هي واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه. طب علامه اعرابه مرفوع بثبوت النون. عايزين خبر لمبتدا، يبقى تدور الاول على المبتدا. ان الشباب، خلي بالك عايز خبر للمبتدا مش خبر لناسخ، عشان ده اسم ان، مش عايز الخبر بتاعه، عايز خبر المبتدا. ان الشباب هم روح الحياه. انا عندي خبر هنا بس مش عارف انت هتاخد بالك منه ولا لا. ان الشباب ماله؟ هم روح، ده خبر جمله اسميه. هم ده بس مبتدا وروح خبر، فعندك خبر هنا يبقى خبر مفرد. واصلا كده كده احنا كنا قايلين ان الكلمه اللي بعد الضمير دايما تبقى خبر، فعندك هنا كمان في ضمير اهو. وهم مخلصون ده نعت حال جمله اسميه، فهم هتبقى مبتدا ومخلصون كده كده خبر، فقايلين اللي بعد الضمير دايما يبقى خبر. برضو هنا وهم الذين يكسون، برضو ادي هم ضمير واللي بعدها يبقى خبر. عايزين خبر بقى الحرف ناسخ. خبر حرف ناسخ اللي ايه؟ هم روح ونوعه يبقى جمله اسميه زي ما اتفقنا. عايزين اسم معرفه واخر نكره. المعرفه عندك كتير قوي زي مثلا الشباب، والنكره عندك كلمه روح. المعرفه عندك كتير قوي ممكن تطلع. فعل مبني للمجهول وبين نائب الفاعل، كان عندك الضمه هنا تزال وادي الضمه، ونائب الفاعل يبقى العوائق، يبقى تزال ونائب الفاعل يبقى العوائق. عايزين حال جمله اسميه، كان لسه معدي علينا وبين الرابط. حال جمله اسميه لازم تلاقي واو وضمير، يبقى وهم مخلصون. وهم مخلصون والرابط الواو والضمير اللي هو اصلا كده كده هيبقوا موجودين طالما حال جمله اسميه. تنهض الامم مستعينه بالشباب، اجعل الحال المفرده جمله. فين اصلا الحال؟ اهي مستعينه. عايزه جمله تعمل ايه؟ عندك حاجه من اتنين، يا اما تخليها جمله فعليه لانه مالكش انا عايزها جمله اسميه ولا فعليه، يا اما تخليها جمله فعليه فتقلبها الفعل يبقى تنهض الامم تستعين بالشباب، دي كده حال جمله فعليه. او تخليها حال جمله اسميه بطريقه سهله انك تحط واو وضمير، يبقى تنهض الامم وهي وتكمل الجمله مستعينه بالشباب. فعندك الطريقتين الاثنين صح. يلا التدريب الثالث. كأن الألعاب الإلكترونية، كأن والألعاب ده اسمها منصوب، ها الإلكترونية معرفة ومعرفة وبتوصف، يبقى نعت منصوب عشان اللي قبلها منصوب بالفتح. مرآة يرى مبني المجهول، وجه يبقى نائب فاعل مرفوع بالضم. يرى فيها وجه العصر وهو يتقدم في لمن استعملها بإحسان باب، هي باب يبقى خبر مرفوع بالضم. معرفة وميدان مهارة، غير أنها إن تركت بغير ضابط منعت. مين اللي منعت؟ هي منعت إيه بقى؟ مستخدميها، فمستخدميها دول اللي هيتمنعوا يبقى مفعول به. وركز واحدة واحدة كده معايا، منصوب بإيه؟ مستخدميها ديت جمع مذكر، أصلها مستخدمين والنون محذوف عشان فيها ضمير بتاع مضاف إليه، يبقى منصوب بالياء لأنها جمع مذكر سالم. وما تنساش إن الهاء هتبقى ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وصارت، مين اللي صارت؟ هي مفسدة، يبقى خبر صار منصوب
بالفتح. طيب وليكن ذا أدب معها فلا يسرف فيها ولا يستهن بواجب. خلي بالك دي معطوفة على اللي قبلها، في أصلا كده كده لا النهاية، يبقى دوت فعل مضارع ودي لا النهاية، يبقى مجزوم. بس مجزوم بإيه؟ بالسكون. ليه يا أستاذ؟ ما كان في حرف علة موجود والكلمة دي أصلها يستهين، ليه مش مجزوم بحذف حرف العلة؟ قال لك لا، دوت حرف العلة موجود في قبل الآخر، واللي موجود قبل الآخر ده لما بيتشال لمنع التقاء ساكنين، لأن ده كده مجزوم بالسكون، وهنا دوت كمان ساكن فلمنع التقاء ساكنين ده بيتشال، فيبقى مجزوم بالسكون عادي. استخرج. عايزين مضاف إليه. مضاف إليه يا إما تختار نكرة ونكرة وما بتوصفش، أو نكرة ومعرفة. عندك نكرة ومعرفة، فدي نكرة ونكرة قصدي وما بتوصفش، يبقى عندك نهار، واعربه يبقى مضاف إليه مجرور بالياء بالكسر. طبعا انت عندك كتير قوي مضاف اليه موجود في القطعه، انت ممكن تطلع حاجه تانية، يعني مثلا العصر، هنطلع لك كل مضاف اليه اللي موجود. ادي العصر عشان نكره ومعرفه، معرفه نكره ونكره ما بتوصفش، مهاره ضابط بعد غير يبقى مضاف اليه، والهاء مضاف اليه، والهاء هنا كمان مضاف اليه، ادب بعد الاسماء الخمسه كده كده مضاف اليه. بس عايزين فعل متعدي لمفعولين وبين المفعولين. هندور على فعل متعدي هيبقى كانت هنا باب إحسان وتركت بغير ضابط منعت. أدي منعت، منع، أدي مستخدميها ده المفعول الأول، والفائدة يبقى منعت، ومستخدميها المفعول الأول، والفائدة المفعول الثاني. عايزين بعد كده فعل مبني للمجهول كان لسه قدامنا، يرى، ووجه يبقى نائب الفعل. يرى بس هو مش عاوز خلاص نائب الفعل، واخر مبني المعلومه هتبقى اي واحد، يستهن مثلا. عايزين حال شبه جمله لازم يكون قبله، وحال جمله كمان. نشوف بقى حال شبه جمله وحال جمله. كأن الالعاب الالكترونيه مرآة يرى فيها وجه العصر وهو يتقدم، ده كده حال جمله اسميه. فهي لمن استعملها بإحسان باب معرفة وميدان مهارة، غير أنها إن تركت، برضه ده مبني المجهول، بغير ضابط منعت مستخدميها الفائدة وصارت مفسدة للوقت، فليختر اللاعب وقتا معلوما وليكن له في اختيارها عقل حاكم، وليكن ذا أدب معها فليصرف فيها ولا يستهن بواجب. فعندك هنا منعت، كانت فين؟ هنا تركت والفعل بتاعها ضمير مستتر اللي هو نائب الفعل، بغير ضابط هيبقى شبه جملة. يبقى كده حال شبه جملة وحال جملة. أكمل بما هو مطلوب. عايزين فعل متعدي لمفعولين. الإنترنت الإنسان فوائد، فممكن تقول يعطي، يمنح، لا مراقبة الأبناء عند استخدام الألعاب. عايزين فعل مبني للمجهول، فنقول لا يستبعد. ممكن تجيب كلمة تانية مفيش مشكلة، المهم يكون أي فعل مبني للمجهول. يروح المجد عن نفسه، عايزين حال غير مفردة، فجبت جملة اسمية جملة فعلية أيا كان شبه جملة. يروح المجد عن نفسه وهو نائم. اسهل حاجه انك تجيب حال جمله اسميه على طول، واو وضمير بيعود على الشخص وبعد كده كلمه، بس لازم يكون الكلمه مرفوعه عشان تبقى خبر طبعا. اكتشف الخطا ثم صوبه، التقدم، التكنولوجي، سلاح، واللي بعدها هتبقى خبر، هتبقى نعت، يبقى ذو حدين. اعطى الباحثون، لا ما هو اللي اعطى، يبقى ديت مفعول به منصوب، يبقى الباحثين عن الخير ما أرادوا، وأعطى الباحثين برضو عن الشر ما أرادوا. هل يا أستاذ بعد ما حلينا
الكلام ده نكتفي به، لا ده في مفاجاه. ايه المفاجاه؟ مش هقول لك عليها دلوقتي، بس هقول لك. لو عايز تسمع المفاجاه اللي هي عند امتحانات اخر السنه، تابعني بس، تابعني بس. فلما هنزل لك الحلقه هتلاقيها بجد مفاجاه. خلاص، سلام عليكم.